حتى لو انت مرعوب ومش مذاكر، لو عملت الخطوات اللي انا جاي اقولها لك في الفيديو ده باذن الله تجيب مجموع. الفيديو ده جاي اعرفك من الكلام اللي انا بقوله لنفسي قبل كل امتحان. بعد ما خلصت امتحان ثالث ثانوي قعدت دلوقتي 4 سنين في كليه الطب، الحمد لله قبلهم تقريبا 12 سنه بمتحن. فجاي النهارده يعني اقول لك ايه هي الخطوات دي وايه الحاجات اللي انا بعرفها لنفسي قبل كل امتحان وبقولها لنفسي، ايه هي الاسرار اللي محدش يعرفها، ايه هي الحاجات اللي انا بجد بعملها قبل كل امتحان. عشان كده بصراحه حبيت ان الفيديو ده يكون فيديو صحابي، يعني مش حد بيعمل فيديوهات خالص بقى وبتاع ومش عارف ايه، لا لا لا، هو فيديو كده انا جاي اعمله في كافيه وانا وانت قاعدين في كافيه، قاعدين بقول لك ايه نصائح انت ممكن تعملها قبل كل امتحان او قبل الامتحانات عموما، قبل فتره الامتحانات. بصراحه كده جاي ارد على الكلام اللي بيدور بينك وبين نفسك دلوقتي، مش عارف تطلعه لحد، حتى لو عارف تطلعه مش عارف تطلعه لمين، خصوصا ان انا كنت مكانك في يوم من الايام وما عنديش حد في ثالث ثانوي فمش عارف اساله. انا باجي اقول لك الكلام ده كله واطلعه لك واعرفك كل الحاجات دي كويس. عارف الاحساس اللي جواك دلوقتي وعارف قد ايه انت حاسس ان انت كل حاجه صعبه عليك، حاسس ان انت بتزق نفسك عشان تكمل بالعافيه، انت مش فاهم ايه اللي جابك هنا، وفي نفس الوقت حاسس ان كل اللي فاتكم حكيت فيه كتير، بس للاسف اللي جاي ما فيهوش هزار. اللي جاي هو الحاجه اللي انت بتجهز لها من اول السنه، حرفيا مرعوب وخايف تكمل بسببها، في نفس الوقت لازم تكمل. عارف ان كل دقيقه بتقرب على الامتحان دلوقتي انت حاسس انك خايف، حاسس انك قادر، حاسس انك انا ايه اللي جابني هنا، طب انا هعمل ايه، طب هوصل ازاي، هوصل مش هوصل، طب ازاي هوصل بعد كل ده، بعد كل التقصير اللي انا عملته ده. عارف انا كل الاحساس اللي جواك ده، لدرجه انك فكرتني بصراحه باول امتحان ليا في ثالثه ثانوي لما انا كنت ماسك كتاب كده وبراجع في العربيه، وحرفيا كل ما نقرب على المدرسه اللي همتحن فيها كل ما احس بتوتر وقلق، بوم بوم بوم، وضغط وخوف وتوتر. طب انت اصلا مش عارف في الفتره دي انت تراجع قبل الامتحان ولا تقعد تقرا اذكار ولا تعمل ايه بالظبط، وكل واحد بيقول حاجه شكل. عديت كل اللي انت عديت بيه والله، فاهمه ومتصوره ومتخيله جدا. انا فاكر ساعتها كنت ماسك الكتاب كده وبقالي فتره كبيره عشان انا ما كنتش مع صحابي، كنت عايش في السعوديه يعني بتاع، ونزلت مصر هنا ما قابلتش صحابي تقريبا الا على الامتحان، يعني على الامتحان بس قابلت صحابي اللي كنت اعرفهم قبل ما اروح السعوديه، فشفتهم بقى ايه ده عاملين ايه الاخبار ومش عارف ايه. بس بصراحه خلعت وكنسلت يعني وقعدت اراجع بصراحه وانا كل خوف وتوتر ولا. حتى شفت ساعتها واحد سالته على حاجه قلت له مثلا تقريبا هو الامتحان هيبدا امتى او حاجه كده، واحد اول مره اشوفه اول ما اعرف، صاحبي دلوقتي يعتبر. وسبحان الله الولد ده ساعتها طلع الاول على المدرسه وانا طلعت الثاني، فرق بينه درجه. كان كله متوتر، كلنا مستنيين الساعه 10 او 9 تيجي، مش فاكر والله بالظبط. احساس صعب، احساس تقيل تقيل على اي حد. فاكر ساعتها ان انا دخلت خلاص اديت بابايا الكتاب ودخلت كل توتر والمراقبين يفتشونا. الحقيقه في الفتره دي قلت لواحد صاحبي او كان في واحد صاحبي يعرفه دمه خفيف جدا، فقلت خلاص انا هدخل معاك لحد اللجنه، وهو لجنته ولا حاجه وانا حاجه. بس فعلا من الحاجات اللي فرقت معايا جدا هو ان انا دخلت مع صاحبي ده، دخلنا قعدنا نتكلم نضحك طول الطريق لحد ما وصلنا باب اللجنه. طول الطريق ده بقى بنفتش واقفين طوابير في حاجات غريبه مش فاهمينها. كنت من جوايا بقول كده اذكار يعني صلي على النبي، كنت بستغفر لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كنت بعمل حاجات كتير بصراحه، بس انت كل حاجه بتعملها انت مش فاهم هي صح ولا غلط، ده المفروض يحصل ولا لا، يعني بيبقى احساس غريب في كل المقاييس والاشكال بجد بامانه يعني. بس اهو انت بتعدي وبتكمل. دخلت بعد كده انا فاكر مسكت الورقه، انا قلبي هيطلع من بوقي مش قادر اجي اكتب اسمك اسمي ايه، انا اسمي ايه، ناسي اسمي، لو اكتب رقم الجلوس اقعد اعد بقى في رقم الجلوس، طب هو كده صح ولا مش صح، طب مش عارف ايه، اقعد اراجع رقم الجلوس كذا مره، عايز افتح الورقه وخايف ومرعوب الان متوتر. كل الكلام ده كان جوايا بصراحه. بس فتحت الورقه واعتقد ان انا اول سؤال قريته مش فاكر كان ايه هو، بس يعني فاكر ان انا نسيت اجابته تقريبا، يعني قلت ايه ده، هو ده ايه، انا كنت مذاكرها والله بس نسيتها، كنت مذاكرها والله بس سبته وكنسلت وكملت في باقي الامتحان عادي اهدى خالص. اقفل الورقه اللي بعد ظهرها. عملت حاجه حلوه جدا ساعتها ان انا قبل ما امسك الورقه بعد كده خلاص بقيت بقرا الفاتحه بقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كنت بقول كمان اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا ولا صعبا الا ما جعلته سهلا ولا تجعل صعبا سهلا. وابدا امسك الورقه وخلاص بقى، يعني هي شويه اسئله انت حليت زيها 100 مره قبل كده، خش خليك جريء كده على الاسئله. واهم حاجه السؤال اللي تحس ان انت مش فاهم او مش عارف او مش فاكر سيبك منه وفكر خالص. وانا فاكر ساعتها كنت ببص اللجنه بتاعتي باستغراب، بس كل اللي انا فاكره وقررت اعمله ان انا ابقى غريب وسطهم، محدش يعرف اسمي حتى ايه، محدش يعرف انا مين. لو عندي اصحاب ما بكلمهم كل اللجنه، احط راسي في ورقه وما بقومهاش غير وانا بفكر كده مثلا، وبعد كده اروح مرجعها ورقه تانية عادي جدا. هو ده اللي انا كنت بعمله حرفيا طول اللجان. بس كان في ناس كتير بتغش بصراحه، كتير جدا يعني، كتير جدا جدا جدا. معظم الناس بتغش اصلا. انا غشيت ولا لا؟ اقول لك الصراحه اللي داخل بجد ان انا مش هغش خالص. وعملت ايه؟ والله الحمد لله ما غشيتش فعلا. معظم الامتحانات ما غشيتش فيها خالص ولا جت فكره الغش في دماغي، لان انا كنت بدخل انا بجيب اخري في مراجعه الماده، اخري
واللي هو داخل الامتحان ايا كان اللي هحطه في الورقه، ايا كان اللي هكتبه هختاره، مش فارق معايا. انا خلاص جبت اخري، انا بمجرد دخول اللجنه وانا جايب ال 100% بتاعتي ده كان بيطمني، وكان بالنسبه لي انا تزيد النجاح. عايز المجموع طبعا، عايز المجموع، بس هل ده الحاجه اللي انا فارقه معايا بنسبه 100%؟ اكذب عليك لو قلت لك لا، لان هي فارقه معايا بنسبه 100%. بس كنت بقول لنفسي لا، النجاح بجد الحقيقي هو ان انا اوصل ان انا كل لجنه داخلها وانا مفيش ذره ندم ممكن اقولها ان انا قصرت او ما عملتش مجهود معين، او كان المفروض اعمل حاجه وما عملتهاش من الاخر. انا قلت كده، كنت بكلم نفسي كده بنفس الطريقه دي حرفيا. لما جه سؤال في لجنه الفيزياء، انا فاكر كان مساله درجتين وكله وقف فيها، فانا فاكر ساعتها تقريبا حليت الامتحان كله ما عدا المساله دي. يعني المساله دي مش عارف، مش جايه مع خالص، في جوايا 100 حل و100 شكل بتاع المساله يعني. فاكر ان انا سالت صاحبي في اخر اللجنه هناك، قلت له هتبقى ايه؟ قال لي هتبقى كذا. انا حسيت كذا، انا في نفس الوقت انا حالل المساله بدماغي، مش عارف اختار انهي اختيار من اللي طلعوا في دماغي، ان كلهم في الاختيارات. فهو قال لي كذا كذا، اللي هو اللي دي في دماغي برضه يعني، فاهم؟ هو قال الاجابه مثلا ب ليه، بس انا قلت لا، مش هختار تقريبا ج او د، حاجه كده مش فاكر والله الاختيار ايه فيه يعني. بس اللي فاكره ان انا قلت لا، مش همشي ورا كلام صاحبي، ومش هغش حتى ايا كان الدرجتين دول هيروحوا عليا ولا مش فارق معايا. كل اللي فارق معايا ان انا ادخل الامتحان واطلع منه وانا متاكد ان انا مجموع حلال 100%. الكلام ده حصل فعلا والله بجد معايا. ودلوقتي الامتحان انا كل اللي بفكر فيه، طب خلاص كده الدرجتين دول راحوا عليا وانا كان ممكن اعملهم صح بس ما عملتهمش. قلت لا، انا مش هغش ومش عارف ايه وشويه كلام ده، بس انا عندي ايمان ويقين ان هو باذن الله هينفعني. وانا براجع رحت شفت حلول كتير بقى، المستر فلان المستر فلان المستر فلان، بعدين رحت المستر بتاعي برضه تقريبا حاجه كده، سالت الحمد لله الحل اللي انا كنت مختاره عشان ما اغشش وانا حاسس ان هو غلط، لا هو ده الحل الصح. المساله درجتين كتير جدا في المجموع يعني. حرفيا انت لما تخلص ثالث سنه تعرف ان الدرجتين دول ممكن يفصلوك عن كليه معينه، يبعدوك عنها، او يبعدوك عن محافظه معينه او كليه معينه، فاهمني؟ حاول بجد انك ما تغشش، وحاول انك مهما حصل لا كمل لحد الاخر من غير ما تلتفت لحته الغش دي خالص ولا تفكر فيها اصلا. بس الحقيقه ان مش الصعب بس هو حته الغش، قد ما فكره ان انت هيعدي عليك بعد اول امتحان تقريبا. او انا جيت من اول امتحان معيط بجد، جيت من اول امتحان معيط وكنت مش قادر خلاص، مش عايز اكمل. انت لما اعمل اول امتحان عديت كل العك ده، طب ايه؟ واللي اكتشفت ان انا جبت درجه كويسه جدا 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 في اول امتحان، فقشطه يا باشا، جميل جدا. بس يعني بجد انا جيت معايا في اول امتحان قلت خلاص كده كل حاجه راحت. عشان لو انت جيت معايا في اول امتحان ما تقلقش وما تزعلش وما تعيط براحتك، بس يعني ما تقولش ان دي النهايه خلاص. لا، انا جيت معايا في اول امتحان والحمد لله كنت درجه ممتازه جدا. بس في نفس الوقت تقريبا كان كل امتحان بدخله انا داخل من جوايا انا مذاكر، مش هقول لك 100% بس جايب اقصى مجهود عندي. كل اللي في دماغي ان انا عايز اقفل الامتحان، بس بطلع منه للاسف عكيك كتير جدا جدا يعني. بطلع منه عكيك بنسبه مكلفه يعني. بطلع منه انا شايف ان انا نقصت اكتر وحلمي بعيد اكتر، مش عارف اكمل ولا لا، مش عارف اعمل ايه. وعلى فكره الاحساس ده يقابلك، هيقابلك حته احساس انت مش عارف تكمل فيها، انت مش فاهم ده صح ولا غلط ولا ما فاهمش اي حاجه في اي حاجه. كل اللي انت فاهمه انك عايز توقف خلاص. بس اللي عايز اقوله لك ان انا برغم كل احساس ان انا عايز اوقف اللي كان جوايا ده، ما وقفتش. هل انا عشان كنت واثق ان انا اجيب مجموعه او شايف ان انا لا لسه في فرصه؟ انا ما كنتش شايف اي فرصه، والله ما كنت شايف اي فرصه. كنت بالنسبه لي بقول اللي هو ايا كان الجامعه اللي هدخلها بقى مش فارقه، ولا الكليه اللي هدخلها، ولا فارق معايا، مش فارق معايا بجد. خلاص وصلت لمرحله في الامتحانات مش فارق معايا أي حاجه. بذاكر ليه؟ عشان بس ان انا اثبت او مش اثبت، انا مش عايز اثبت لحد. انا كان بالنسبه لي كل الناس اللي شكت فيها كان ظنهم صح كده، وقلت ان لا مش هوصل. كان خلاص بجد والله أنا بالنسبه لي ما كنتش اتوقع ان انا اجيب مجموع اصلا بعد اللي حليت في الامتحانات. بجد كنت بكمل بس لدرجه او لفكره ان انا عايز اجيب اخري واقول لربنا يا رب انا كملت المشوار لحد الاخر. انا ما اعرفش هتيجي كام، ما اعرفش هتيجي ايه، ما اعرفش هتسامحني على التقصير بتاعي ولا لا، ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه خالص. كل اللي اعرفه هو ان انا جبت اخري 100%، كملت المشوار وانا مش عايز اكمله، انا مش قادر اكمله، ما فيش طاقه ده. انا كملت المشوار ده، فاكرمني اقف جنبي، ما تحاسبنيش بعدلك وحاسبني ورحمتك. لكن كل الاحساس اللي جوايا انا بكمل بس عشان اهلي، بكمل حرفيا. مش بقول لك ان انا داخل بقى في انا من جوايا عايز كل ماده بدخلها يعني. حرفيا كنت بطلع كل ماده ناقص فيها كتير جدا، بس بركنها على جنب ابدا مذاكره الماده اللي بعديها. انا عايز اقفل الماده دي وبجيب كل اخر اني عايز اقفل داخل الامتحان، عايز اقفل طالع ناقص كتير جدا. دايما ده السيكونس اللي بيحصل، او ده التتابع الاحداث اللي كان بيحصل معايا طول فتره الامتحان. عايز اقفل بس انا بعد ما اطلع منها انا ناقص كتير جدا، عايز اكمل عشان اهلي، بثبت لربنا يا رب بكمل المشوار لحد آخر. ده الدافع اللي كان جوايا، ما كانش حاجه ثانيه بتحرك كده. ده انا عارف انت اساسا لحد دلوقتي عندك صعوبه وما كانتش عندي ولا عند اي الدفعات السابقه، ولا دفعات كتير جدا ما كانش عندهم نفس الصعوبه اللي عندك دي، وهي ان المفروض كاس العالم شغال دلوقتي بغض النظر عن الجو الحر. يعني الجو الحر ده ممكن تستحمله في مراوح مكيفات ايا كان، بس حرفيا كاس العالم ده مشتت انا ما اقدرش عليه ومحدش بسهوله يقدر عليه. خصوصا انت مصر دلوقتي موجوده ومصر تلعب كويس، مش اداء مش عارف خلاص، فانت عارف فكره. فالله يعين كل حد في ثالث ثانوي دلوقتي بجد، خصوصا بسبب حته كاس العالم دي. ان هو بصراحه انا مش من النوع اللي بيحب الكوره ومش فاضلها دلوقتي خالص، بس الفكره ده كاس العالم يا معلم. وبصراحه المنتخبات كلها لعبها حلو وممتع وكده، فالموضوع مشتت مش طبيعي يعني، مشتت مش طبيعي. فاللي ما يشغلش نفسه بكاس العالم دلوقتي اوعدك باذن الله هتبقى حاجه كبيره وهتجيب مجموعه باذن الله. لو ما شغلتش نفسك وشتت نفسك زي الطلبه
صعبه كتير معاك وكملت، حتى لو انت حاسس ان انا عايز اروح ماتش ماتشين وبس مش عارف ايه الكلام البسيط ده، لا ما تسمعش. انا ما كنتش بسمع افريقيا سنتي، بالرغم ان كان ماتشين مصر والسنغال، كان في ماتش مع السنغال نهائي افريقيا مصر والسنغال، اللي هو الماتش اللي هيجي لك لكاس العالم، ماتشين كانوا ملحميين، مصر كلها كانت بتتفرج عليهم حرفيا، ما اتفرجش على واحد منهم ولا عارف نتيجته حتى غير بعد فتره كبيره، بعد ما خلصت السنه تقريبا حاجه كده. فانا ما اتفرجش على الحاجات دي وما شغلت نفسي بيها. حاول تعمل انت كمان نفس الحاجه، وعارف والله كل الظروف الصعبه اللي انت بتمر بيها. وعشان كده هقول لك حاجه يمكن كانت بتطمني اوقات امتحاناتي ولسه بتطمني والله لحد دلوقتي، بقولها كل قبل كل امتحان، دايما عايزك تردد وانت رايح الامتحان: الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز، وليس للانسان الا ما سعى. طبعا دي سوره مختلفه: وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ردد الايتين دول بجد اوعدك هتفرح باذن الله اخر السنه. رددهم، بس لازم تفهم ان في عادي جدا وارد جدا مسائل كتير واسئله كتير تقف معاك في الامتحان، اي سؤال يقف معاك في الامتحان عايزك تعديه، وبعد ما تخلص الامتحان بتاعك كله شوف ايه اللي واقف معاك، تاكد من اجاباتك، شوف ايه اللي واقف معاك، هنا بقى تبدا تركز. بعد ما تخلص امتحانك ابدا ركز: انا ايه الاسئله اللي صعبه معايا او واقفه معايا عشان اعملها. هي الاسئله دي اللي انت تبدا تحلها في الوقت ده بعد ما خلصت ذهنك صفي او حسيت ان انت خلاص تمام قشطه. عايزك تبدا تركز في كل سؤال منها كده وتستبعد الاجابات الغلط، وردد الايه اللي انا بقولها بقى قبل كل سؤال انا عايزه: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. انا دايما بكرر الايه دي، عارف كل الاحاسيس والمشاعر الصعبه اللي بتدور جواك، بقول لك كلنا كنا كده، بس صدقني انت ال 100,000 واحد اللي عدوا من نفس انت هتعدي فيه نجحوا فيه، مش اقل منك باي حاجه. كمل ووصل، بس انت باذن الله هتكون دايما قدها، وهتيجي تقول لي انك وصلت اخر السنه. سلام عليكم.